العنوان بيقول فتوى يجب على زوجات رجال الأعمال أن بصراحة ما فهمتش، وأصبت بحالة من الذعر. الكلام اللي مكتوب في الجورنال، وأنا طبعا يعني بحيي فضيلة الشيخ إن أنت قبلت إن أنت تيجي ونناقش الموضوع على الملأ، لأنه موضوع حساس للغاية. أنا ما قدرتش أقراه. الحقني 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 يا فضيلة الشيخ، اللي بيشتغلوا معايا دول اعمل فيهم ايه؟ سواقين وزملاء والمصورين، اعمل ايه؟ اعملي ايه؟ اعملي اللي في الجرنان. انت تدري ايش عندها فتوات ام المؤمنين؟ فتاوى، شنو من فتاوى عندها؟ مالك ابن انس، الامام مالك ابن انس في من كتاب الفقه الموطأ، اظن المجلد الثاني صفحة 65 للامام مالك، يقول: وكانت أم المؤمنين إذا جاءها رجل ملتفت تقول له روح تزوج، روح ارضع من ثدي أختي حتى ألقي ردائي منك، يعني حتى ألقي الحجاب بعد. زين، أنت شايف شنو هاي الحكاية، شنو خطورتها يا ولاد؟ يعني رجل لحية وشوارب وعربي وكل طاقة وكل شهوات، يروح لأختها ملتفت يوبت أختها يرضع بديسها، هي هم تطلع الثدي هالطولة ملتفت هالكبرى يمصمص بي. يعني أنا أحكي هذا الحكي شوية أسوي مدري شلون من انفعال داخلي، مو قاعد أتونس بهذا الحكي. والله يعني كثرة وجهي هذا الحكي، هذا ما مربوط. ولك هو الزلمة بالشارع ومتكهرب، شلون إذا لزم الممة؟ ها؟ لك هذا أي دين، أي تقوى، أي ورع هذا؟ لك أي حكي هذا؟ لك هو مسودا بالشارع ماكل تمر زادي، ربع ملتفت قوصرة ماكلها وطالع مشحون طاقة، مشحون ملتفت من اللهيب هذا مال السعودية مال الحجاز، كله برحي وخلاص وكذا. لك شلون؟ ثم شنو الواجب؟ انت الداعي يا ام المؤمنين سيدتي، انت الداعي الى هذا ان تلقين عبايتك قداما لويش؟ شنو الداعي لهذا؟ ليش تذبين عبايتك؟ ايش معنى؟
هل أنت لما رغبت في أن تلقي عباءتك يا أخي مو الحكي يجر الحكي، وإحنا احنا مرضى مثل ذولاك. إذا هم ملتفت مرضى احنا هم مرضى، منو من عندنا هنا ملتفت مو مريض بهذا المرض؟ شنو الداعي أن تذبين عباتك قدامه حتى تضطرين تنطين فتوى روح ارضع بالثدي ابنة أختي؟ زين مو الرضعة هي مو رضعة واحدة، هي رضعات تكون تصير حتى ينبت اللحم، مو لطيفة هنا. ثم هذا الرضاع للطفل الرضيع الجوعان اللي أمه ميتة يا أمه مريضة يا أمه ناعمة سودنا يا أمه كذا ما عندها لبن، يجيبون المرضعات. ومع ذلك ملتفت اللي إذا ويا الثدي أخو أو أخت صارت حرام عليه بعد. وهذا الحكي هنا مو النتيجة هنا. زين هاي كم رضعة يكون يرضع هذا الملتفت الأفريج هالشفاف الغلاظ ظني ملتفت يلتقم الثدي يبلع الثدي كله من الأول تالي، مو حلمه هذا. أخرف هذا يبقى على حالته لما رضع بالثدي، يبقى على تقوى. الثدي لفلفوه بليف مال النخل وخلوه بحلقة ملتفتوا وما يشعر بشيء، ولحم ناعم وحلمة ناعمة. زين بهالأثناء هاي اللحية مالته وهاي شواربة لزقن على الصدر وما لزقن، الله ينتقم معهم إن شاء الله. إذا صدق هذا الحكي الإمام مالك يقول، والإمام مالك مدني من المدينة ملتفت، هذا يروي عن أم المؤمنين. زين هي تستقيم على حالتها، يعني المرأة اللي تطي ثديها مرة تطي للطفل بعد مغمض ملتفت ومغمض، هذا الشيء المرأة ما تشعر بشيء لما ترضع طفل. لكن إذا أجى رجل تغيرت القضية، هو يتغير وهي تتغير، يصير الشكل غير حكي، يصير اللغة غير اللغة.